صباح الفل، صباح الورد عليكم. عاملين ايه حبيباتي؟ يا رب تكونوا بخير واحسن صحة وباحسن حال. طبعا سامعين صوتي ان انا لسه صاحية حالا. قمت كده عملت كوباية شاي بلبن، وجبت كده قرص من القرص الطرية اللي عملتها. قد ايه جميلة جدا وطعمة. انا كل شوية كده ادخل افتح التلاجة اجيب واحدة واكلها حتى كده من غير اي حاجة. فعلا جميلة جدا. طبعا مغذية، فيها سمن بلدي، فيها لبن، فيها حاجات مفيدة. ممكن تاكليها كده، ممكن تعمليها بقى تحشيها في سندوتشات جبنة، سندوتشات نوتيلا، ايه الحاجة اللي انت عايزاها. فقمت كده عملت كوباية شاي بلبن، وجبت كمان القرص معايا. وهنا منظر المطبخ زي ما انتم شايفين، اللبن هنا كده فار مني وانا بغليه على البوتاجاز. وعندي كده شوية مواعين في الحوض، فالله المستعان كده. صباح الفل عليكم. ان شاء الله كده افطر، وبعد كده نشوف يومنا هيكمل ازاي. طبعا يعني الموضوع مش محتاج ان انا اوصف او اشرح او اقول لكم ان الشقة بتاعتي عاملة ازاي. هدوم طبعا متكومة قدام الغسالة علشان اغسلها. المصلية ابني صلى وراح المدرسة وساب المصلية مكانها. الهدوم اللي مغيرينها من المدرسة سابوها ورموها زي ما انتم شايفين في الارض. اللي اكل بسكوت رميه، واللي معاه كيس رميه، وابن صغير ما شاء الله البطانية دي كده بحطها له. الشباشب بتاعتهم اللي قدام الحمام مرمية. والوضع زي ما انتم شايفين. الارض طبعا مكان ما بينزلوا من تحت وبيطلعوا الشباشب بتكون فيها طين. طبعا هتقول طب مش انت تعلميهم النظام؟ تقولي لهم اكيد انا بعلمهم النظام، واكيد انا بقول لهم. بس عارف المثل اللي بيقولك علم في المتبل يصبح ناسي؟ او اولادي اعلمهم من هنا يتبعوا التعليمات يوم اتنين، وبعد كده يرجعوا لنقطة الصفر تاني. فشكل الحال كده طبعا على المطبخ زي ما وريتكم، على الدنيا كل ده الأدوية في كل حتة، فالله المستعان. حتى القطة كده مشرفانا وقاعدة كده في مكان دافي منورانا. فربنا يعيني ويقدرني. دي مش مشغلة الغسالة، بس المية عندي ضعيفة فبتقف شوية وبتشتغل شوية. فخلص كمية الهدوم دي وألم الحال وألم حافظة السجاد واغسلها، وأشيل السجادة وأكنس وأمسح. ان شاء الله كل ده هيترتب معايا وهيبقى زي الفل. الاوضه على فكره مش اقل من كده خالص، ممكن تزيد لكن ما تقلش عن المنظر اللي انتوا شايفينه ده. يعني حدث ولا حرج يعني. زي ما انتوا شايفين معايا كده. هو موضوع مش مضحك، هو موضوع يبكي، بس هعمل ايه؟ الحمد لله ربنا يدينا الصحه والعافيه اللي تخلينا نقدر نقوم ببيتنا ونقوم بعيالنا، ويعيشوا وما يرتبوش، ويعيشوا ونرتب وراهم. هي الحياه كده. طبعا في كل حتة الدولاب بتاعهم والهدوم بتاعتهم والسفرة والترابيزة والعلاج والشنطة بتاعتي، علشان برضو ما بقاش انا ايه الوحيدة اللي مش برتب في البيت. ومكرونات وادوية وليمون طبعا وادوار البرد وكله على بعضه كده ايه. عايز الشقة عايزة لها ايه اعادة تصنيع تاني. انتوا شايفين كمية حتى الشباشب اللي مخرجينها وداخلين بيها، والطين اللي قدام الحمام وقدام المطبخ، والدنيا دي كلها الله المستعان فعلا. ربنا يعيني ويقويني ويقدرني ان انا اخلص كل ده. بس ان شاء الله باذن الله هي ربع ساعه او نص ساعه بالكتير، وكل ده هيبقى مرتب معاكم وزي الفل. انيم القطه الصغير بتاعي، القط مش القطه. انيمه، وبعد كده الله المستعان كده ايه ادخل اوضه اوضه والصاله وارتب اموري. انا زي ما انتوا عارفيني بحب يكون الغساله عندي فيها دوره غسيل. مثلا مشغله السخانه علشان اغسل شويه مواعين، بعمل اكل على البوتاجاز. يعني ببقى ايه 10 ايدين كده في ايد واحده علشان اخلص اللي ورايا وانتهز فرصه الساعه اللي ابني نايمها، واقوم اشوف حالي واشوف اللي ورايا. ربنا يعيننا يا رب ويقدرنا جميعا يا رب العالمين. بالنسبه لحبيبتي اللي قالت لي حط السفره بالعرض عندك، اديني حطيتها. هي حجم السفرة عندي كبيرة شوية، وان المكان محكوم وضيق، فتحس ان اي حاجة بتضاف يعني بتضيق المكان. ربنا يا رب يوسع علينا كلنا. انا عندي مساحة كبيرة في البيت ممكن اوسع بيها، بس هو موضوع ان انا ابني وكده، فربنا يكرم باذن الله ونبني ونعمر ونوسع بيوتنا يا رب العالمين. هنا كده قلت اعمل قرص طرية. كان عندي لبن الراب اللي انا صورته معاكم في الفيديو اللي فات، وقلت ان انا استغله يعني واعمل بيه
شويه قرص كده، بما ان هو موجود عندي فخساره ان انا ارميه. فجبت كده اللبن اللي راب عندي ده كيلو كده لبن كراب، حطيت عليه حوالي نص كيس دقيق، وكمان حطيت معلقه كبيره خميره وذره ملح ومعلقتين من السمن البلدي اللي انا سيحته معاكم وشفتوه الفيديو اللي فات. وبعد كده اهو السمنه كده بعد ما حطيتها ببرطمانات وسيحتها، بعد كده عجنت كل ده كويس جدا في بعضه كده وسيبته لغايه ما يختمر. اقطعه بقى ايه في صواني كده واسيبه يختمر للمره التانية، وبعد كده هدخله الفرن وان شاء الله تشوفوا معايا بعد ما اختمر. ما جبتش ليه اسماء العجين بصراحه، يعني حال القناه لا يرثى له فانا اصلا ما كنتش هصور خالص. وبعد كده قلت خلاص بقى بما اني عملته فهصور بقى ايه حاجات كده بسيطه. يا سلام يا سلام كده على ريحة القرص بالسمن البلدي، يعني بصوا كده ريحة تفتح النفس. زي ما قلت لكم الطريقة، انا جبت لبن رايب، كان عندي لبن كده غليته ولقيته راب مني، فقلت خسارة استفيد بيه واعجن بيه شوية قرص. حطيت لبن رايب على كل حاجة من البيت، على باكو خميرة فورية، على ذرة ملح، على معلقتين كده من السمن البلدي، وعجنتهم وسبتهم كده يختمروا، بس اخدوا معايا وقت طويل في الخمر لان طبعا الجو برد. سبتهم كده يختمروا حوالي 3 ساعات، وبعد كده رحت قطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيبهم كمان يختمروا تاني كده، وبعد كده هسويهم وهتبقى ايه قرص تفطروا بيها، هتبقى طعمها جميل وزي الفل. طبعا انا مش مسويه القرص كويس، سبتها كده ترتاح، وبعد كده ايه هديها ايه التدويره الكويسه بتاعتها. انا كده مش مبططاها قوي علشان انا اصلا العجينه عندي مقطعاها صغير. فبصي انت طبعا زي ما انت حابه، انت ممكن تضيفي عليها كده على الوش سمسم، ممكن تضيفي عليها حبه البركه، ممكن تضيفي عليها بصي اللي انت حباه. ممكن تخليها ساده زي ما انا هسيبها كده، انا هسيبها تختمر حوالي ربع ساعه تاني، وبعد كده هدخلها الفرن وان شاء الله هتكون معايا قرص جميله وزي الفل. يعني احنا الستات المصريين مفيش اي حاجه هتعطل معانا، لبن مننا يروب نعمل بيه قرص، اي حاجه عنده. بصوا مادام عندي السمن البلدي هتلاقوني ماليه البيت خير وعجين وخبيز، واعمل فطير مشلتت واعمل فطير بالسمنه وبعمل كل حاجه، لان بصوا السمن البلدي ده اساسي. لان بصراحه سمن العلب والحاجات دي اصلا بيخليكي ما تتشجعيش ان انت تعملي كل حاجه. فربنا يجعل يا رب بيوتنا كلها يا رب دايما مليانه بالخير يا رب والبركه يا رب العالمين. دخلت كده القرص معايا الفرن، النار بتاعتها يا دوبك بصوا زي ما انتوا شايفين معايا كده، اللي هي اقل من المتوسطه شويه. طبعا دي فرن غاز فمش هقدر اقول لكم على درجه كام. ان شاء الله القرص هتكون معايا طالعه مظبوطه وزي الفل. بصوا ريحه العجين والخبيز فعلا بتدي عمار كده للبيوت، وبتدي سبحان الله كده بتحسي ان الخير مليان كده بركه. وحتى لو حاجه بسيطه، حتى لو انت هتعجني كده عجينه وتعملي بيتزا في البيت، او تعملي كيك، او تعملي اي حاجه، بتحسي ان ما شاء الله البركه ماليه البيت. هقفل عليها كده ان شاء الله واسيبها لغايه ما تستوي، وباذن الله تشوفوها معايا بعد ما تستوي ان شاء الله هتكون جميله وزي الفل. انت طبعا حرة، عايزة تقطعيها قطع اكبر من كده، عايزة تخليها بنفس الحجم، دي حاجة ترجع لك انت. اي حاجة بتتعجن باللبن الرايب بيكون طعمها ما شاء الله بتكون جميلة جدا. ان شاء الله لو عجبتكم الطريقة وعجبكم شكل القرص ان شاء الله اعملها معاكم مرة تانية من اولها. الله معايا كده القرص بدأت ان هي ترفع. طبعا الحاجة مادام سبتيها تختمر كويس هتبقى معاكي زي الفل. العجين ده بالذات اهم حاجه فيه ان انت تعجنيه كويس وتسيبيه يخمر كويس. طبعا غير الريحه، يعني اي حاجه بالسمن البلدي سبحان الله بيكون ريحتها تحفه. كده القرص خلصت معايا واستوت وزي الفل بسم الله ما شاء الله، والقعر بتاعها مستوي وطريه وزي الفل كده. هغطيها وبعد كده ان شاء الله كده ايه ناكلها بألف هنا.
بصوا طلعت من الصواني مفيهاش اي حاجه، والحمد لله. باي حاجه كده بسيطه نملي بيوتنا كلها بالخير وبالخبيث. يلا بقى تعالوا اتفضلوا معانا. راجعه على اوضه الاطفال، رتبت السرير وغيرت وشاش المخدات وغيرت مفرش السرير وكنست الاوضه ومسحت المكتبه كده وظبطت الدنيا، وكمان كنست البلكونه وشلت السجاده اللي كنت حطاها في الارض، كنست ورحت حطيتها على البلكونه كده تتهوى لغايه ما امسح الاوضه. يعتبر دي كده اول اوضه خلصت معايا. طبعا نيمت ابني الصغير واللي هو ايه ما صدقت كده ايه اجري كده ورا نفسي بسرعه علشان الحق اخلص. همسحها كده وبعد كده هفرش السجاده تاني وهفرش عليها حافظه السجاده واكون كده خلصت اوضه الجلوس. بصوا الصاله زي ما انتم شايفين شلت كده الكفر بتاع المرتبه علشان اغسله، وكل دي هدوم عايزه تتغسل كده حطيتها عند الغساله علشان اغسلها، والغساله برضو خلصت كده اول دوره غسيل هشيلها وانشرها واحط دوره غسيل غيرها. راجعه على اوضه الاطفال، رتبت السرير وغيرت وشاش المخدات وغيرت مفرش السرير وكنست الاوضه ومسحت المكتبه كده وظبطت الدنيا، وكمان كنست البلكونه وشلت السجاده اللي كنت حطاها في الارض، كنست ورحت حطيتها على البلكونه كده تتهوى لغايه ما امسح الاوضه. يعتبر دي كده اول اوضه خلصت معايا. طبعا نيمت ابني الصغير واللي هو ايه ما صدقت كده ايه اجري كده ورا نفسي بسرعه علشان الحق اخلص. همسحها كده وبعد كده هفرش السجاده تاني وهفرش عليها حافظه السجاده واكون كده خلصت اوضه الجلوس. بصوا الصاله زي ما انتم شايفين شلت كده الكفر بتاع المرتبه علشان اغسله، وكل دي هدوم عايزه تتغسل كده حطيتها عند الغساله علشان اغسلها، والغساله برضو خلصت كده اول دوره غسيل هشيلها وانشرها واحط دوره غسيل غيرها. هشيل السجاده وانفضها كويس خالص وهكنس تحتيها وهمسح الارضيه كلها. شايفين الارض طبعا عامله معايا ايه، كل ده هينضف معايا وهيبقى زي الفل، بس اهم حاجه ايه اخلص تل الهدوم ده اللي عندي، وبعد كده الله المستعان بعد كده كله سهل يترتب ويتمسح وكل حاجه تنضف معايا وتكون زي الفل ان شاء الله. جيت كده ظبطت الدنيا بتاعتي، نضفت فوق السفرة كده ومسحتها، وكمان شلت السجادة من الارض وشلت كل حاجة، والهدوم زي ما انتم شايفين لسه بغسل فيها. كنست الارض كده كنسة سريعة، وبعد كده هدلق مية بقى ايه وامسح الارض بنفسي كده بشوية مسحوق، والدنيا هتبقى معايا نضيفة وزي الفل. هنا كده دخلت على المطبخ تاني، مسكت الرخامة مسحتها كده وشلت كل اللي عليها، وشلت السجادة اللي كنت فرشها في الارض كده ركنتها على البوتاجاز علشان اغسل مواعين ما بلبلهاش، وبعد كده امسح الارضية واغسل مواعين واصفيهم وارسم، وبعد كده ان شاء الله باذن الله كده ايه امسح بقى الارضية بالمطبخ بالصالة، والدنيا معايا تبقى ايه كلها كده مترتبة وزي الفل. وقفت كده علشان بعت ابني الصغير يشتري لي حاجات، فوقفت له كده لغايه ايه ما يشتري ويخلص. عايز الخضار البريد معصر الهدوم وعجبت الصابون ونظف السيراميك مكنة مفتاحة كتوبة تلك معانين ومشابه وعلى وكيل. عايز الخضار البريد معصر الهدوم وعجبت الصابون ونظف السيراميك